أنا عمري ما كنت شخص خرافي ولا بدور على الغرايب. كنت موسيقي، يومي معروف، حياتي ماشية بنظام ثابت. كل يوم أصحى من النوم، أتوضى وأصلي، وفي آخر أيام حياتي الصلاة بقت حاجة أساسية، مش مجرد عادة، إحساس إني لازم أعملها. بعد كده أقعد شوية لوحدي، وبعدين أنزل مكتبي. مكتبي كان عالم لوحده، مليان نود موسيقية وكتب، كتب عن عالم الجن والأرواح، مش للهو ولا تسلية. كنت بقراها بدافع الفضول وبحثا عن الفهم. الكتب دي كنت بشتريها من باعة كتب قديمة مترجمة وحاجات ناس كتبوها من تجاربهم. في ليلة وأنا قاعد لوحدي، الكهرباء قطعت. ولعت شمعة، طفت. ولعت غيرها، طفت. حسيت في هوا، بس ما فيش شباك مفتوح ولا باب. وقلت بهزار: هو في عفريت هنا ولا إيه؟ وفجأة حد رد عليا، صوت واضح مش من دماغي. اتخضيت وجريت برا المكتب، وقعدت فترة ما رجعتش. تاني يوم لما دخلت، لقيت الشمع زي ما هو مولع ومن غير ما يكون داب. بعدها الصوت رجع وقال لي إنه مش هيأذيني، وإنه عارفني من زمان. قال لي إنه من عالم تاني وعمره حوالي 1700 سنة. خفت في الأول، بس مع الوقت اتعودت. بقينا نتكلم، وكنت دايما حاسس إنه عارف عني حاجات محدش يعرفها غيري. في مرة قال لي: أنا شايف نهايتك، ووصفها لي بالتفصيل. وشي معكوس على شظايا زجاج، بركان أحمر، وجبال سوداء. وقتها ما فهمتش الكلام وما ربطتهوش بحاجة. حكيت اللي بيحصل لي لصديقي الكاتب حسن الحفناوي. ضحك وما صدقش، لحد ما في ليلة شاف بنفسه اللي أنا شفته، وقال لي: ابعد عنه، حاول تتخلص منه. لكن أنا رفضت وقلت له: هو اختارني. وبعدها بفترة حصل حادث الطريق. ساعتها بس فهمت إن اللي اتقالي كان حقيقة. مش بس حياتي الشخصية كانت فيها غموض. في فترة تانية كنت قريب من صراعات كبيرة. في أواخر السبعينات حصلت حادثة غامضة سياسياً. الضحية هنسميه هنا السيد أيمن، راجل نافذ ومؤثر جداً. قبل أيام من الحادث، اللي حواليه لاحظوا إنه متوتر، ملتزم بروتينه اليومي بدقة، وبيقابل شخصيات غامضة. ظهر كمان رجل الظل، شخصية نافذة في الكواليس، مرتبط بصراعات نفوذ قديمة، لكن محدش عارف هويته الحقيقية. بعد فترة قصيرة وقع حادث الطريق اللي أودى بحياة السيد أيمن. الظروف خلت الناس تشك إنه ده حادث عادي، خصوصاً مع اختلاف الروايات عن سرعة العربية، توقيت الحادث، وغياب شهود موثوقين. التحقيق الرسمي قال إنه حادث عرضي، بس كل المصادر الصحفية والناس المقربين رجحوا احتمال إنه يكون تدبير مدبر من رجل الظل. الملف ما تقفلش نهائي ولسه لغز. القصص والشهادات عن صراعات النفوذ وأحداث ما وراء الكواليس استمرت، واسم رجل الظل بقى مصدر غموض مستمر. أنا شايف إن حياتي وموتي كانت مليانة رسائل، والأحداث السياسية الغامضة حواليه بتأكد إن الحقيقة مش دايماً واضحة. ودي حكايتي زي ما عشتها، بين الجن، المجهول، وصراعات النفوذ.